مالك كده يا عربي هبطان ليه؟ انت كنت صايم النهارده؟ اه نونا، كنت صايم النهارده وكان يوم مش عادي. كنت جعان جعان جعان. يا عربي كنت جعان ايه يا عربي؟ انت طول النهار نايم واكل اكل على السحور يكفي بلد. ايه يا ابني انت بتودي الاكل ده كله في ايه؟ يا نونا حرام عليك، سيبني في حالي سيبني في حالي. انا كنت جعان يا جدعان، قلت لكم والله ما انا قادر اصوم، انتوا ماسكين فيا وعاوزين اصوم بالعافيه. يا عم خلاص ما تزعلش نفسك قوي كده، انت مش فطرت وخلاص؟ قول لي بقى اكلت ايه النهارده؟ يا سيدي فطران النهارده دكر بط محشي فريك بالزبيب، بس اقول لك ايه ملوش حل. دكر بط يا ابن المفجوعه، اكلت دكر البط لوحدك؟ جراني قلنا دكر بط اللي اكله لوحدي يا راجل، حرام عليك، انا اكلت صدري بس. صدر دكر بط يا ابن المفجوعه؟ اكلت الدكر كله يا ابن المفجوعه، ليه بطنك دي فيها ايه؟ طب يلا عزمنا على سندوتشين لانني جعان. جعان يالا؟ انت لسه فاطر مفيش بقالك ساعتين. انت ليه جايبني عند المحل بتاع السمين؟ يا جدع حرام عليك، والله لا راح الا ابوه. قوم يلا تعالى معايا نروح لابوك، يلا ده انا خايف لا تكوني يخرب بيتك. كده يا نونا برضه؟ ماشي يا عم، انا اروح اقول لابوي. ابو العربي حبيبي اللي مأكلنا وفتح مرحب القهوه، من غير شهر القهوه ملهاش وش. الصوم مرحب لياليك عادت في اسمع ابو امان. بلال، انا بحبك وبعزك، ما تخلينيش اقلب عليه. انا قاعد هنا من يوم ما القهوه دي اتأسست وليا عادات وتقاليد. اقعد ورستق نفسي وبعد كده اطلب، فاهم يا ابو بلال؟ لا بقول لك ابو العربي، دي ساعه الصباح وبتبقى ساعه ضيقه، فعايزين كده نبقى خفاف عشان نقيب ونجيب غايه، فاهمني؟ هو في حد غيري قاعد؟ بقول لك يا ابو بلال، حكم انا لو بطلت اقعد على القهوه دي اتقطع عيشه. ده انا اللي انيك ابو بلال. حصل يا جبنة، فضلك عليا ما بنكيوش. ده حتى بيقول لك ابو العربي للخير جياب ومجمع كل الاحباب. لا وزود عليها كمان لو عاوز تعمل لنفسك دعايه، عرفهم انك قاعد معايا. ويلا روح بقى هات لي الطيبات عشان انت اخدت اكتر من وقتك معايا. هات لي شاي وحجر معسل وشعر النار، ومعاك كوبايه شاي مظبوطه وشعيره بقيونف، وحجر معسل يا ابويا وزوبطه، وكتر المعسل اللي كبرنا بالعربي اللي مصيطنا وفتح بيوتنا. ابو بلال والنبي هات المشروب الخاص بتاع ابو بلال. او ماله انت على دماغنا يا مستر ابو منه. ايوه جاي. وايه المشروب الخاص ده يا ابو منه؟ انت جاي تتفنخ علينا؟ ابو بلال عارف اني بشرب ابو العربي، واللي يخليني اقول لك كنت قلت له، بس انا مش قادر اطلع الكلمه. ليه؟ هو انت فطران ايه كده يا ابو منه؟ شربت شويه عصير ابو العربي وسقيت صيام التمرايه. مالك يا ابو منه، انت خايف من الحسد ولا ايه؟ ريحتك بتقول غير كده، هي التمرايه كانت محشيه مرته ولا ايه؟ تمر تقلب المرتة يا جدع. طب قول لي انت اول، انت كنت فطران ايه النهارده؟ ايه شغل ورينا وانا اوريك ده؟ فيا يا عم مالك؟ انا يا سيدي الواد عربي شبط يفطر مع امه وسابني وخلع. بعت جبت ربع فرخه ب100 جنيه، واللي خلق الخلق ما يدفع فيها فلوس يا جدع. رميتها للقطط، القطط مرضتش تاكلها. يعني في حد في الدنيا يجيب اكل جاهز في رمضان؟ ده كل المطاعم بتقلب الاكل من الزحمه. ما هو البعيد اعمى ما عندوش نظر، ما انا مضطر اكل من بره، اعمل ايه؟ لا حد يعمل لي ولا حد ياخدني ياكلني. المهم قول وما تاكلش في الكلام، طفحت ايه؟ يا عم انا زي الناس، اول يوم دكر بط وطبق بسله وبصينيه بطاطس، بس كاتم على نفسي من ساعتها مانيش قادر اخد نفسي منه. ما هو ما كانش لازم تملاه وتدبها لحد الظهر، كان لازم تسيبها فاضيه بناقص من شويه. البط والبسله بيعملوا في البطن انتفاخ. خد نصيحتي وفورها بشويه سفن بقى ولا حاجه. يعني ما شاء الله عليك ابو بلال، قال لك المشروب بتاعي الخاص وجبته لوحدك. من امتى النباهه دي؟ مستر يا ابو منى من عملاء الفي اي بي. سفن شاي قهوه طول ما هو قاعد، لكن انا اعرف ناس على طلب طول اليوم. وبعدين ابو منى مين المعامله مين يا ابوه؟ ده من ذوقك يا ابو بلال، ما اعرفش انام انا وعليا جنيه لحد. فيالا انت هو يالا انت بتنوع عليا بالكلام ولا ايه عشان ابقى فاهم؟ هات حاجه معسي جديد لابو العربي وشعره. الحجر ده لسه ما خلصش يالا. لا بقول لك ايه يا ابو العربي، شد حيلك كده الصباع بتبقى سياعه. طب اسمع يا ابو بلال، ما عدتش تجيب حاجه لما اقول لك ماشي؟ وعندك قهوه ساده ساده لابو العربي وسويها، وعلى ميه شوق وسويها. اسمع يا ابو بلال، انت استبعدتك زي عدامه يا جدع. اخفى من وشي الوقت، ما عدتش تجيب لي حاجه من هنا الوقت الصحار، فاهم؟ صبح صبح ابو العربي، صبح ابو منى. كل سنه وانت طيب يا بسكوته. وانت طيب ابو النسب. ابو العربي قول لي فطرت ايه النهارده؟ تاني في ايه يا جدعان؟ ابقى اسال ابو منى وهو يقول لك، هو مفيش حد الا انا ولا ايه اللي فطر؟
ولا اقول لك هبقى اكتبها على ورقه واحطها على صدر حاضر عشان اي حد لما يجي يقرا الورقه ما يسالناش. بان الموضوع مش هيخلص وكل شويه تفكروني وتعكننوني. جاب ربع فرخه ورماله القطط ملحقش يتهنى عليها. الله عليك ابو العربي لما تبقى انسان، ربنا يخليك للغلابة. امال انت فطرت ايه يا بسكوته؟ لا انا مش هينفع اقول لك انا فطرت ايه. لا بسكوته، هو انتوا بتاكلوا حرام ولا ايه؟ لا اصل انا لو قلت لك ابقى بجيب الكلام لنفسي وانت ما بتسكتش. قول يا بسكوته وما تقلقش، انت في حمايتي. على راس ابو نسب، اكلت يا سيدي محشي وفراخ. تصدق يالا العيال اكل وهي كده بياكلوا بعض. اكله؟ انت قلت انا في حمايتك ابو منى. اتفضل بقى رد على ابو منى. ما هو صحيح بسكوته عنده حق، من قله الاكلات اللي في الدنيا كان زيك زي الناس وكل اول يوم بط. اللي حصل بقى ابو نسب؟ وبعدين انتوا الاتنين قاعدين تبصوا لبعض وتحفلوا عليا وانا لسه ما اصطبحتش. ده انا جاي من بعيد لقيتكوا قاعدين مع بعض، قلت اما اجي اقعد معاكم واصطبح معاكم. ايه ما انتوش عاوزين نقعد؟ قولوا لي امشي. اتكوا على الصبر لما اصطبحوا فوق لكم. يرضيكوا كده يا جماعه يحفلوا عليا؟ طب والنبي عشان ما يزودوش الحفله اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وخليكوا معايا. ماشي يا ابو منى، ماشي يا ابو العربي، والله لا سايبها لكم وماشي وراح اقعد في حته تانية اصطبح فيها.